ايش قضيتك؟ قضيتي نفس قضية طارق وأخص. كم نصب عليك عبد الله كلمتنا آخر مرة 2500 ولا كم؟ أنا السبب عندي طارق وليس واحد ثاني. طيب اتكلم. يا عيسى هذا انا اللي كلمته قلت له عمل عند عبد الله، تصدق ولا ما تصدق؟ يعني نكبت الرجال. والله انا ايش قلت اقول لك 25 واحد اقسم بالله لو احصله يعني حياته. يا شفتوا قلتكم الله. شوفوا ما اطيب. ها شوفوا الشعب الطيب هذا، شوفوا كيف على نياتكم يا جماعه، شوفوا كيف متعامل بطيبه جد. يجيك واحد انسان ما عنده ابوه ذمه ولا ضمير. اقول لك كلمت ابوه اتصلت لابوه اتصال لليمن وانا كنت في مصر يا انس. لا ما اتصلت لابوه قلت له ابنك نصب عليك كذا. طارق انزل وارجع، انا بطلعك، ما حد بيطلع مكانك لانه في صدى. طيب يا عبد الله اتكلموا الان. شوفوا في صدى. ايوه الصدى من عندك. الصدى من عندي. الصدى من عندي. لا الصدى من عند هذا اللي نزل. يا عبد الله يا بالله عليكم، مش حرام يا جماعه؟ عدم تعرفوا على بعض الحين. هذا اللي نكب الرجال ومن هو المستفيد؟ نسمعك الليل. اتكلم. الثلاثة المهابيل يضحكوا على ملايين العقلاء، والله كارثة. لا والمشكلة عاد طالع يقول له انت والله ما ظنيش انك انت تعمل، لانك انت تشرف بلد، ولانك انت ما في منك، ولانك شوي ثاني بيقول انت تستاهل رئيس اليمن تبع. يا عبد الله ادي لك القصه كامل. قلبوها اغنياء ما هم محتاجين حد، على اساس انهم ما هم قبل امس جالسين يشحنوا. طيب يا ابو عبد الله، انا ايش تعرف كيف الغناء وانت عايش على الضمان الاجتماعي؟ كيف الغناء وانت عايش على المساعدات وعلى اموال الضرائب؟ كيف الغناء قال لك قد هو يدخل في اليوم $15,000. انا داري انها من ظهور الزنابل يا متورد. تعرف ان الانسان ما عنده ضمير. اطلع يا حبيبي اطلع يا عبد الله. اطلع. في واحد انا طلبت الان اتمنى يطلع يوضح. هذا قال كان يشتغل مع عبد الله الاسودي، تمام، ولما عرف ان عبد الله الاسودي بدا ينصب على الناس ويخبي الفلوس. عبد الله الاسودي قد سمعنا قصته من مصر، هو كان ينصب على ناس عارفين من زمان قبل سنه وسنه. أيوه. هذا الاخ يا جماعه اللي كان يشتغل هو الاسودي هذا نفسه. تفضل يا معلم. تتكلم. خلي كتم يا الليث انس، كتم لو سمحت. السلام عليكم. ابشر. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. عيسى كيف حال الحضور؟ ان شاء الله طيبين. والله الحمد لله بخير. وضح للناس. الله يعينك يا عيسى، والله العظيم يا مجهودك، انه ان شاء الله باذن الله ما يضيع، باذن الله. نصيحه ان شاء الله ما يضيع، والله عند اخوتنا ما يضيع شيء باذن الله. نصيحه الناس منك ان شاء الله باذن الله، حقك ان شاء الله ما يروح من عند الله. اقول لك انا عني وعن نفسي، عبد الله الاسودي هو جاري قبل ما يكون جاري، هو اخويا. والرجال هذا انا عارف، انا في جده هو في روسيا، عنده جنسيه روسيه ويسافر من دبي الى روسيا، وعندي رقمه، عندي واتس، عندي السناب، عندي كل شيء. لما شفت الرجال قاعد يختلس الناس اللي بجده هنا، والناس صارت تطالبني، انا قلت لا يا حبيبي توقف، انا هنا في بلد قانون يا حبيبي. بكره يقولوا لي تعال وين بتدخل؟ بتخالك. وقف يا حبيبي والله يستر عليك. الناس اللي كلمتهم قلت لهم والله هذا رقم ابوه، تواصلوا معه بالمفتصح. عندكم شيء كلموني انا وانا اتكلم قدام. كيف؟ عرفتوا ليش قاعد عيسى يسيح لكم؟ انا محبة فيكم لا اكثر يا جماعه، والله مشتي تقعد بنفس الغلط. لا صراحه معك حق يا عيسى. هذا جاهل واحنا معك. لكم هذا الخبر. محمد محسن صاحبه واعترف بلسانه ان الراجل نصب على الناس والكل. ليش نكرر الغلط؟ احنا الله سبحانه وتعالى بيش عرفناه؟ بالعقل، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى عرفناه بالعقل. فخلاص يعني المرء لا يلدغ من جحر مرتين. اوعوا، خلي فلوسك بجيبك. في واحد اسمه طارق درهم. خلوني اكلمكم على محمد محسن، خلوني انا احكي اللي عندي. تفضل فاعل خير. ممكن ثواني اطلع طارق. يا عيسى انا بنزل. تمام بروح اصلي وبرجع لكم. حياكم الله. تمام حبيبي الله. تمام حبيبي يا عيسى. يلا يا عيسى. ها انا عندي واحد جاري طبعا بروسيا. وقت ما تعرفت على عبد الله على طارق، يعني قلت له يا طارق معي واحد كذا كان صاحبي يقول لي يا انس لا تصدق والله كلها مبروك، والله ما تدخل. يعني انا ما صدقت.
براسي ابغى امشي. طارق قلت له يا طارق بنأمن فلوسنا عند العم احمد او عند اي واحد. قال يا اخي طارق عبد الله الاسودي هذا معروف وهذا كذا وهذا عندي وهذا وهذا وهذا. قلت بسم الله. اتواصلت مع عبد الله الاسودي، حولت له اول حواله 3500. تمام. تسمعني يا عيسى؟ طيب ايه معك اسمعك. ايوه حول 3500. عمل اسبوع ونزل اسماء بالواتساب وهميه. نزلت الدعوه يا شباب يلا انا محتاج فلوس على كل واحد 1000. وقال اسمعني يا اخي انا والله ما عندي ريال بس بسلف لك 300. سلفت له 300 وحولت له على حساب سعودي. وال 3500 حولتها عبر تطبيق STC باي. لا فين؟ في السعوديه ولا فين؟ كان في دبي. حولت له عبر تطبيق STC باي. انت تعرف عبد الحميد صح؟ هذا يعرف عبد الحميد اللي يتكلم الان. عبد الحميد اسمع من اللي حول عبد الحميد؟ اعرف عبد الحميد جاري كمان. عبد الحميد حول لعندك صح؟ انا اللي حولت 300 على حساب راجحي. انا اللي حولت له موجود عندي باسم عبد الحميد. باسم عبد الحميد حولته صح؟ لا في واحد حول لك اسمه عبد الحميد. اي 300 ولا لا؟ اللي كان يتواصل معك هو بمصر. لا مو انا، هو أي. شوف انا حولت ب 300 ريال لحساب سعودي. ايش اسم اللي في السعوديه؟ ايش اسم اللي في السعوديه؟ على حساب STC باي. ايش اسمه اللي في السعوديه؟ اسمي انس. اسمه اللي حولت له. خليك على الخط دقيقه. السند موجود. دقيقه اقدر اطلع من التيك توك وارجع؟ اقدر يطلع ويرجع عادي. تعرض لا عادي يجيب لنا اسمه اللي في السعوديه. السندات يحتضر. دقيقه. السندات موجوده كلها موجوده، حتى الاصوات، حتى صوره ابنه، صوره جوازه، كله موجود. وين رحت يا عيسى؟ هو موجود بس اللي في السعوديه اللي حولته باسمه. ايش اسمه اللي في السعوديه؟ والله فاهين. انا اشهد انهم فاهين. والله فاهين. المدافع الصنديد. كيف حال ابو قحطان؟ يا جماعه لا تنجروا. اللي يسافر يخلي فلوسه بجيبه ويسافر ويتكل على الله. يتوكل على الله. في جهات رسميه اللي انا فاهمك يا عيسى، بس اللي يسافر لا والله اللي يسافر يتوكل على الله ويخلي فلوسه بجيبه يا اخي. اللي بيقول لا يا اخي في ناس تروح ارواحها الله يحفظك. ما نشي. طيب تعرف ناس صاحبك يعني يكون صديق لك ورد عمك قريبك يعني يكون يستقبلك هناك تحول له، غير كذا لا تحول يا اخي. من الاخر ولا يا اخي شوف، الهجره غير الشرعيه ما ننصح فيها في الوقت الحالي اي اشخاص. في طرق يعني قانونيه، لكن انا ما اعرف ليش نحن دائما نلجا الى اسمعك انا اللي حولت له 300 اسمه جابر الحربي. جابر الحربي سعودي هذا؟ ايوه حولت له ب 300 ريال. طبعا طيب اسمع، يقول لي يا انس ابني بالمستشفى، ابني مدري مو والله ما حد يدخل مدري مو. طبعا انا ما معي احد. طارق اعرفه ماذا، والطارق اللي يضمونه، بس الرجال ضحيه زيي انا ما عندي مشكله. هذا امرنا لله كل احنا. طيب اسمع، اتواصلت مع محمد الحسن. انا اتكلم معاك اوكي. عندك مراسلات صوتيه، تسجيلات صوتيه مثلا؟ ايوه هذا تقدر تبلغ فيه. كله موجود. تقدر تبلغ رساله صوتيه، اصوات تقدر ترفع فيه بلاغ. خلاص في عندك البلاغ. اخر رساله يقول لي يا انس، اخر رساله له يقول لي يا انس الاسبوع هذه بحول لك فلوسك، وبالاخير حضرني. هذا عبد الله الاسودي صح؟ ايوه. طيب في عندك شوف، في عندك المواقع الالكترونيه زي مثلا حق ايش سموها مثلا الداخليه الروسيه او غيرها. رسل بالحاجات اللي عندك الادله والترجمه سهله. اتواصلت مع ناس لا ما تواصلت مع ناس يا اخي، العمليه سهله. ادخل يمكن ما يعرف يا عيسى، ممكن ما يعرف يا اخي. يا عيسى القصه وما فيها. انا معي واحد جارنا ودرس انهي ومتجنس روسي وعنده 3 اطفال. قال لي يا انس القضيه هذه قضيه لازم تجيب له تهديد، اما نظاميه ما يطلع لك شيء. لا شوف نظام ايوه بس احتيال في الاول في الاخير. شوفوا يا جماعه، انتم اعملوا هاشتاج ونزلوا هذا الهاشتاج تحت، مثلا نقول هاشتاج يعني الاحتيال بطرق غير شرعيه في الهجره او غيرها، وكل واحد ينزل ما عنده، والجهات المختصه في الاخير بنشير لهم وهم يتابعوا الموضوع
وهكذا نستطيع انه نقضي على هذه الظاهره شوفوا وهؤلاء. كلام عيسى كلام عيسى صادق. نعم كلام عيسى صادق. أنا ليه؟ تواصلت مع محمد محسن قبل شهر أو شهرين، قبل شهر ونص حصلت حسابه وحصلت له. أنا فصل النت عندي عاد أنا ربطت الشبكة الثانية. خلوني أكمل. شفت صورة لعبد الله الأسودي مع محمد الحسني وفتخوك على حساب محمد الحسني وراسلته واتس. نعم. تمام؟ يعني لا راسلته سناب. محمد محسن اخ محمد الله يسعدك يا اخي، انت تعرف عبد الله الاسودي؟ قال لي اي نعم. ايش في؟ قلت له يا اخي هذا الرجال حولت له مبلغ على اساس تديني تاشيره ومدري. قال لي ارسل لي الاوراق، ارسل لي الاثباتات. قلت له هذا التحويل وهذا الاثبات وهذا جواله وهذا اصواته، ادوك له كل شيء. قال لي خلاص شوف عبد الله الاسودي الحين حاله مره وانا بحاول اتواصل معه واخرج لك فلوسك. قلت له الله يجزاك خير. جالس ادعي له انا انسان ضابع والله ما معي، لولا ضمانه طارق ما حولت للرجال. انا اصلا ما اعرفوش، انا امي مضمنها، بس طارق قال عندك الرجال رفيقي يعني جروب ما رح عليك شيء. كيف تشوف يا عيسى؟ عرفت كيف يا عيسى؟ هي شبكه هم أنا الحين صاروا صلحت شبكه. النت. اسمعوني. في واحد منكم في واحد منكم دقيقة. في واحد منكم قال لي صورة عبد الله الأسودي والحسني عندكم؟ انا اللي شفت معي البطاقة حق الإماراتية، البطاقة الإماراتية موجودة معي. لما رجع محمد الحسني لو سمحتوا لا ما اريد البطاقة، ما اريد يا البطاقة حبيبي يا طارق. لا يا جماعة ما اريد البطاقة. يا جماعة فهموني ما اريد البطاقة، اريد الصورة حق عبد الله اسمه حق عبد الله الأسودي ولا الحسني؟ لأن الحسني حرم وطلق من مرته 3 ما يعرفه، ومحمد محسن طلع حلف بالقرآن الكريم أن الحسني ما يحلفه. ما يعطوني يا جماعة لو سمحت. معك صورة له يا أنس؟ ارسلها لعيسى. يا عيسى أنا كيف الحسني وهو مع عبد الله الأسودي الاثنين. يا عيسى أنا كيف عرفت محمد محسن عبد الله الأسودي إلا بسبب الصورة، ولا أنا ما أدري إنه صاحبه ولا أعرف إنه زميله ولا أدري بشيء. لما أشوفكم مصور معه فراسلته بالسناب، قلت له كذا أصوات محمد محسن عندي الحين بالسناب. قال لي شوف خلاص ابشر يا أخي، بس إذا كان لا محمد محسن أدري مش محمد محسن، في واحد طرف ثالث اسمه الحسيني يا أخي محمد أو الحسني. محمد محسن محمد الحسني اللي جلست أيوة الحسني اللي يطلع بالتوك توك يقول هي السلام عليكم، هذا اللي لا مالك منه ذا، في واحد ثالث طرف ثالث. ايوه صديقها المقرب ايش اسمه صديقها المقرب عبد الله الاسودي. انا اشتي اعرف هل الحسني يعرف عبد الله الاسودي ولا لا، بس هذا لا ما يعرف ما يعرف لا ما يعرف الا من التواصل داخل في الخط جديد على فكرة، هو داخل هذا في الخط جديد من التواصل الاجتماعي. الحسني موظف جديد بالقائمة. ايوه الموضوع اما انا تواصلت مع محمد محسن وكلمته بالقصه كامل وقال لي خلاص ابشر انا بكلم لك عبد الله ذكرني اخر الشهر. خلاص المساله كلها قبل يومين ذكرته انا قبل يومين قلت له يا اخ محمد كيف سويت؟ قال لي شوف انا كلمت، قال لي هي مو رد علي صوت، قال لي هي مو اختلف كلي تشتي ايش قال؟ تشتى تستخدمني. الحسن داخل مع محمد محسن بس، ومحمد محسن مع الاسودي. يلا اسمعني. طبعا هو حاليا في الامارات صح ولا لا؟ اسمه الاسودي يا اخي الاسودي عنده الجواز الروسي. حتى لو عنده يا اخي اسمعكم يا عم الان عيسى الان يحضر الناس منه.